عملتيش معاه الكشري العادي ممكن تعملي المجدره بالشكل ده، حبه بصل محمرين والرز على العدس والبصل. اخر اكله الاكله جميله وانا هاكله دلوقتي كده. وما تنسوش بقى تتفوا اللايك واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس. وشكرا شكرا لكل حبايبي من كل انحاء العالم. احط الطبق اللي ورا ده الكشري بقى بطريقه تيتا، وايه رايكم فيه؟ ودي الشطه الزيت، وده الثوم، دقه الثوم، ودي الصلصه، واكله زي العسل بالف هنا وصحه. وتجربوا طريقه تيتا بسيطه وسهله. العدس كتير يا جماعه، العدس النص عدس والنص يعني رز كيلو ونص عدس واكتر من نص كمان، بس مش عارفه مش ظاهر قوي في التليفون ليه. هي سخنه كده ومعلقتين زيت برده من بتاع البصل، ونروح ايه رشنهم عليهم ومقلبينهم، يخلي المكرونه تفضل مفلفله وما تلزقش في بعضيها وما نغسلهاش. شايفين المنظر؟ حاجه فاخر من الاخر كمان. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحه وحياه، رزقكم ما ينقصكم يا رب. يلا بالصلاه على النبي نعمل مع بعض النهارده شويه كشري. الكشري ده هيبقى ايه؟ معانا يجي كيلو بصل، معانا طماطم ما شاء الله يجي 2 كيلو طلعنا من الفريزر بقى علينا من ايام ما كانت ب 5 جنيه. وعندنا مكرونه، عندنا رز، عندنا مكرونه اسباجيتي، عندنا ايه عدس، عندنا حبه شعريه محمرناهم جهزناهم كده. هنعمل شويه بقى كشري مصري اللي هو كده. غسلنا العدس غسيل حلو وحطيناه في ميه هيغلي بس ونطفي عليه. طلع على النبي بقى غلي كويس اهو. هنروح حاطين عليه كوبايه ميه ساقعه من الحنفيه وطافيين عليه البوتاجاز ونغطي عليه ونسيبه. بالصلاه على النبي شوفوا الصلصه بتاعتنا اتخدعت. هنعمل ايه؟ حطينا شويه زيت من اللي احنا عاملين فيهم البصل وحتتين وشويه بصل منه، حطينا لهم ميه ونحط شويه ميه ويغلي، ونحط له شويه توابل بقى كمون وكزبره وحاجات اللي هي كلها تخش الانتفاخات. سيبه يغلي في بعضه بقى وخلاص. ونحط ايه كمان؟ هناخد شويه بصل ناشفين بقى من الناشف ده ونفركهم على ايدنا كده اهو ونحطهم عليه نخلي الدقه حلوه. هنعمل هنا ايه بقى؟ قطعنا بصلايه في الزيت كده، خدنا شويه الزيت من بتاع التحمير برده صفناه، حطينا في الحله دي ملح وميه عشان المكرونه. شوفوا بقى حبه العدس لما يدبق غلي ومغلوه ورحت طافيه عليهم وحط شويه ميه ساقعين بقى عامل ازاي؟ استوى سوا كامل بقى جميل جدا. عندي شويه كمان كانوا في الفريزر معمول نفس الطريقه قبل كده، هنحطهم برده على العدس على الرز معانا. شايفين شكل شويه البصل عاملين ازاي؟ نخلي بقى الرز هيجي تحفه. هنحط بقى كمان شويه الرز ونشوحهم مع بعض تشويحه حلوه كده. احنا يا جماعه عملنا كشري في الحله الواحده كذا مره مع بعض، كان بيطلع تحفه بجد، بس قلنا يعني نغير لكم. اخر مره كنا عاملينه عاملينه في حله واحده، فقلنا دلوقتي نعمل ايه شغل المحلات بقى. بس ده طريقه الكشري ده احلى من بتاع المحلات لانه بيشرب كله من بعضه بقى. بتاع الرز مع العدس ده حلو قوي. هنحط برده شويه عدس تاني. شوفوا بقى عمل ازاي لما لسه مستوي. هنقلب بقى. هنحط شويه الشعريه دول هما كمان بقى، حمصوا خالص يبقى كده مفيش اي سوائل خالص، اللي هو ما يتحمص يقوم مفلفل معاكي ما يعجنش. طلع على النبي. شوفوا معانا بقى معلقه ملح كبيره ومعانا ايه ميه مغليه والعدس. كنت اقول لكم الرز مفلفل قد ايه، كان مفلفل جدا. شايفين المنظر؟ طلع على النبي كده بقى غلي غلوه كويس اهو. عندنا شويه ميه من بتاعه ايه العدس المسلوق في العدس عشان يديله لون البني الجميل ده اهو. تعالوا بقى الميه بتاعتنا غليت، هنحط المكرونه. طلع على النبي كده الكميه بقى يا جماعه اللي انتوا عايزينها، مش لازم قد ايه ولا كده. هنحط كيس مكرونه اسباجيتي عليه، هياخدوا الاتنين سوا واحد. وكده ايه هنقلبها لما تغلي وتستلق سلق كامل بقى وخلاص. بتاعنا شوفوا عمل ازاي، يهدلوا النار بقى. الكشري بتاعي شايفين جميل بجد وعدسه كتير وكله، بس انا عايزه العدس بقى ايه يبقى هو اللي طاغي على الرز اكتر من الرز، عشان برضو احنا هناكل منه عاملين رجيم ويبقى العدس هو اللي اكتر كده. حطينا العدس الباقي فيه يتقلب فيه كله، كنت سايباه يتحط على الوش بس هو احنا قلنا يتقلب فيه كله بيشرب من بعضه وبيبقى طعمه حلو قوي. يعني انت حبه الرز دول يعني عملته مره على القناه كان اسمها المجدره يا جماعه، كان نفس الطريقه كده بالظبط، هو ده المجدره، ولا بتحط لها اي حاجه تاني ولا بتعمل لها حاجه تاني.
كده هيبقوا حبه كشري ان شاء الله، حاجه تحفه. شوفوا منظره، حله الله اكبر بقت قد ايه. شوفوا المكرونه بتاعتي اتعجنت ولا مسكت في بعضيها، شوفوا الاسباجيتي سايبه كلها اهي. هعمل ايه بقى؟ هحط كوبايه ميه عشان ما اغسلهاش واقلبها فيها كده واصفيها وخلاص، مش هعمل فيها حاجه تاني كده اهو اهي. وهي سخنه نفضها في الحله تاني. الصلاة على النبي بقى. شوفوا الرز بتاعنا استوى، هندفع عليه. شايفين المنظر؟ اللهم صل على النبي. شويه رز بقى وفلفلين وجمال بجد، حبه رز تاكليهم من غير اي حاجه جنبيهم. الله اكبر. الصلاة على النبي. حله المكرونه بتاعتنا يا جماعه وحله الرز. الله اكبر. كده عملنا كل حاجه اهي. وحله الصلصه هنعمل بقى ايه؟ دقه التوم. دقه التوم دول برده شويه زيت من التوم حطيناه مع الزيت، هنديله مش هنحمره، تشويحه بسيطه جدا. بس يا دوبك يطلع ريحه. الثوم ده بقى من الثوم الجديد، ريحته جميله. بحب الثوم الجديد اول ما يطلع قوي. شايفين المنظر؟ يا دوبك كده ما يحمرش، ونروح حاطين عليه الخل. لسه هنعمل شطه الخل، شطه الزيت ولا ايه. هنحط عليهم الجزرايه ديت يتبلوا بس في بعض تاني كده، ونحط نزود ميه. تعالوا بقى نحط الميه ونحط شويه كمون ونظبط الحياء، وكده خلصنا بقى التوم. تغلب بعدها وندفع عليها. هنعمل بالصلاه على النبي بقى شطه الزيت. هنشوح الزيت في الشطه يا بود. اول ثانيه واحده. الصلاه على النبي بقى. هي كده ايه، شوحت بعدها. هناخد بقى شويه صلصه عليها، ودي شطه الزيت في الشطه. وهنغرف بقى الصلصه والثوم، وخلصت على كده. ونغرف طبق بقى. بقى اما نغرف كده في ايه، مجات كده دقه الثوم اهي في مج كده، ونغرف ايه. ودي بقى هريشه الشطه. يا ربنا يا لطيف. اللهم صل على النبي.